في السيدة زينب جنب الضريح الكبير في حكاية محدش بيحب يحكيها. حكاية عن حاجة ساكنة في الحيطان بتصحى بس بعد أذان العشاء. مصطفى شاب من القاهرة، كان عنده مشكلة كبيرة في شغله وقلبه مقفول. حد قال له روح جامع السيدة زينب صلي هناك وادعي ربنا يكشف همك. مصطفى مش كان متدين قوي لكنه راح، دخل الجامع صلى العشاء وقعد يدعي. المكان كان هادي والضوء الخافت طالع من الثريات الكريستال والناس حواليه ساكتة. فضل قاعد في الجامع ساعة، حس براحة غريبة. فجأة وهو بيدعي حس إن في حد واقف جنبه. أدار وشه ملقاش حد، بس شاف في الركن البعيد من الجامع تحت الضوء الخافت ست واقفة، كانت لابسة طرحة خضرة ووشها متجه ناحيته. مصطفى حس بغصة في رقبته وقام على طول وخرج. في البيت وهو نايم حلمها، نفس الست بالطرحة الخضرة واقفة قدامه مبتسمة. في الحلم قربت منه وقالت له مش هتتخلص من الهم بهالسهولة يا مصطفى، في حاجة هنا عايزاك تاخدها معاك. مصطفى صحي على طول، قلبه بينبض، لقى جنبه على المخدة طرحة خضرة مش عارف جات منين. من ساعتها البيت اتقل. مصطفى بقى يسمع خطوات في البيت وهو نايم وأصوات ست بتنده عليه باسمه. مرة صحى لقى الطرحة الخضرة مفرودة على السرير وقاعد جنبها على الكرسي ظل اسود عينيه صفرة بيبصله. الظل ده ما كانش السيدة طبعا، كان حاجة تانية، حاجة كانت ساكنة جوه الضريح وطلعت معاه. مصطفى راح لدكتور في الأزهر حكاله اللي بيحصل. الدكتور قال له في أضرحة الأولياء أحيانا بتلتصق بيهم شياطين، مش هم اللي بيأذوا لكن المكان بيكتر فيه زوارهم. الست اللي شفتها في الجامع دي يمكن كانت خير، بس اللي طلع معاك ده كان شيطانها اللي كان واقف جنبها. روح اقرأ قرآن في البيت وارجع زور الضريح تاني واطلب من الست نفسها تاخد اللي طلع معاك. مصطفى رجع تاني للسيدة زينب، دخل الجامع صلى ركعتين وقعد يدعي. فضل ساعة الدموع في عينيه. فجأة حس بنسمة هوا باردة جوه الجامع. أدار وشه شاف في الركن البعيد الست بالطرحة الخضرة واقفة، بس المرة دي كانت بتلوح له بإيدها زي ما تكون بتودعه. مصطفى خرج من الجامع رجع البيت، لقى الطرحة الخضرة اتحرقت من نفسها والصوت انقطع. بس في اللحظة اللي نام فيها سمع صوت راجل غليظ في ودنه: شكرا إنك جبتني هناك، دلوقتي أنا حر في الدنيا.